جمال وفخامة الأكل الهندي. يلا نعمل دجاج بصوص الكاري والمشروم والخضار بيجنن. يلا نشوف كيف تفاصيله على السريع. بيجنن. ندوق ونشوف. حرفيا لذاذة بتجنن، لازم تجربوها. لاية على النار بندوب فيها معلقة كبيرة من الزبدة، وبعد كده بنضيف قطع الدجاج المقطعة مربعات صغيرة. بسم الله. وبنقلبها كتير كويس مع الزبدة لغاية كده لما تتناغم بطعمة الزبدة وتجف كتير كويس قطع الدجاج من كل السوائل اللي جواتها. حبيباتي طبعا بعد الدجاج ما كتير تشرب كل السوائل اللي جواته بننزل بالتبهير، ملح وفلفل اسود وكاري، طبعا نص معلقة من كل نوع، وبنحرك المكونات كتير كويس لغاية لما تتبهر قطع الدجاج من كل النكهات اللذيذة اللي جواتها. هلا قطع الدجاج هنا كتير تشوحت على نار حامية مع التبهير لبتسمع الصوت. هلا بضيف هنا قطع من حبات البصل، يعني بصلة متوسطة مقطعة مربعات ناعمة، ونضيف كمان المشروم، قطع من المشروم الفريش، ونقلب الخضار كتير كويس مع البصل والمشروم وقطع الدجاج، نقلبهم كتير كويس يتناغموا مع بعض. بعد ما قلبت الدجاج كتير كويس مع المشروم والبصل بضيف حبتين من الطماطم مقطعين مكعبات برضو نفس الشيء، وكمان بنزل لتبهير الخضار برضو نص معلقة من الكاري، نص معلقة من بودرة الثوم، ربع معلقة من الزنجبيل الباودر، ورشة ملح يعني أقل من الربع كمان، علشان بس أنكه كده وأملح الخضار اللي ضفناه، وأقلب آخر خطوة الخضار كله مع بعض، وبأهدي النار تمتزج كل المكونات مع الدجاج والخضار والتبهير وريحة الكاري اللي بتجنن، اللي مش قادرة بجد أوصف لكم ريحتها. رح أهدي النار ونشوف كيف آخر تيست لوصفتنا اللذيذة اللي بتجنن. حبيباتي بعد ما كده اتسبكت وتناغمت قطع الدجاج مع الكاري والخضار، آخر تيست لوصفتنا رح نضيف السور كريم. رح نضيف كده معلقتين كبار كده 3 من السور كريم، وبنقلب كده السور كريم او القشطه الحامضيه قديش بتجنن وبتدي تيست كتير رائع. بنحركها كتير كويس مع المكونات زي ما انا حكيت لكم. مش متوفر لديكم سور كريم بامكانكم تستخدموا كريمه الطبخ. بنقلب كده كتير كويس ونسيبها كده تغلي غلوتين وتذوقوا الطعم الخيال. حبيت اورجيكم عن قرب، شوفوا قديش بيجنن، بيطلع بابلز كده، والريحة الريحة خطيرة. شوفوا عن قرب قديش لذيذ. نجرب وندوق الجمال. شوفوا بتجنن، خطيرة مع الرز الابيض او خبز البراتا الهندي او البور الهندي بيجنن. ندوق ونشوف. حرفيا لذاذة بتجنن، لازم تجربوها. وصفة سهلة وبسيطة ومكوناتها بتجنن، ورح تعجب أطفالكم كمان قبل كباركم. تحياتي لكم كتير، باي.